النهاردة في رابع ابيسود هحكي لكم عن بداية رحلتي مع نادي جيل لرئيسه شيكابالا. بعد ما فريقي رفض يبيعني وبلغني انهم باعوا النادي، ما كنتش عارف هيبقى ايه وضع النادي مع الملاك الجداد، بس كانت المفاجأة لما عرفت ان رئيس النادي الجديد هو كابتن شيكابالا، بطل طفولتي واسطورة الكرة المصرية اللي كنت بشجعه من المدرجات. بس رغم كده كنت خلاص حاسم مصيري اني همشي، ورحت في اول يوم اجتماع عملوه الاونرز القدام مع اللعيبة القدام اللي اختاروهم يكملوا، عشان ابلغهم ان عندي اتفاق مع الملاك القدام واني رايح نادي تاني خلاص. ورغم ان من اول ما دخلت نادي جي حسيت من الاجواء قد ايه امكانيات النادي ده تخليه في المستقبل من احسن انديه مصر، الا اني كنت خلاص خدت قرار، وده لاني ما بحبش ارجع في اتفاقي مع حد، خصوصا بعد ما النادي اللي كنت رايحه استنوني طول الفتره دي. وكمان كنت خايف ان النادي ما يقدرش ينافس من اول موسم ليه، خصوصا ان فاضل كام اسبوع على الدوري، فتره الاعداد لسه ما بدأتش. بس كان القرار برضو انهم رفضوا بشكل نهائي ان انا امشي، ويتحدد بشكل نهائي النادي اللي هلعب فيه الموسم ده، وتبدا رحله الموسم مع نادي جي اللي هحكي لكم اكتر عنها بارتس الجايه.